شغلك وانت في الجامعه حيكون سبب رئيسي في انك تشتغل في وظيفه احلامك. الشغل ايام الكليه او ايام الجامعه ما عشان القرش بس، ده تدريب عسكري ونزول حرفي لارض المعركه. الطالب اللي نزل ويتعلم كيف يتعامل مع عميل قليل الادب، كيف يصحى بدري وهو كاره عيشته اصلا ويقدر يدير زمنه في نص امتحاناته وشغله وقرايته، اكيد حيفرق من الشخص اللي في الجنب الثانيه خريج بتاع امتياز قاعد تحت المكيف حرفيا بيحفظ في المنهج ومستني السيده الوالده تعمل له كوبايه شاي. فاول ما الاثنين يخشوا للاتش ار الانترفيو، الاتش ار حيختار منه اكيد اللي اتمرمط وتعب في الشارع وشاف الدنيا ماشيه كيف، لانه الشارع حرفيا بيبنوا رجال وبيبنوا سيدات اعمال. المدرج بيبني موظفين خايفين من ظلهم وما بيعرفوا ياخذوا اي قرار، برضه لكل قاعده شواذ. يعني انا ما قاعد اعمي، ما تستنى يوم التخريج عشان تبدا تقول ان شاء الله انا خلاص حابدا افتش على شغل. انزل اتمرمط حرفيا وانت اسي في الكليه، بيع، سوق، اشتغل في محل، اشتغل فريلانس، اي حاجه تكسر بيها الرهبه بتاع سوق العمل دي وتبني بيها شخصيتك وتقوي نفسك. فالروشته بتاعت اللي بتقول شهادتك بتفتح لك باب الانترفيو، بس خبره الشارع هي اللي بتقعدك في الكرسي. وما تنسى تكتب لي تحت في التعليقات شنو اول شغل اشتغلته وانت لسه كنت طالب. لحد هنا الحلقه تكون انتهت. كنت معكم محمد قسم الله هنا قسم شو. سلام.